السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتندم لو اخترت غلط. لو محتار بين العربيات الكوري والصيني، الفيديو ده ليك. ببساطة، العربيات الكوري زي هيونداي وكيا معروفة إنها اعتمادية جدا وبتعيش سنين من غير مشاكل كبيرة، وده بيخليها اختيار آمن لأي حد عايز راحة بال. لكن في المقابل سعرها بيكون أعلى شوية، وكمان التكنولوجيا فيها مش دايما الأحدث مقارنة بالمنافسين. على الناحية التانية، العربيات الصيني بقت قوية جدا في آخر سنين، بتقدم تكنولوجيا حديثة، شاشات كبيرة، أنظمة ذكية وكماليات كتير بسعر أقل، وعدد خيارات كتير من حيث شركات السيارات وكمان الموديلات. لكن المشكلة إن الاعتمادية أقل من الكوري. الخلاصة، لو عايز عربية تعيش معاك باعتمادية تختار الكوري. لو عايز أحدث تكنولوجيا وسعر أقل، الصيني ممكن يكون اختيارك. انت تختار ايه؟ ادعمنا بلايك واشترك في القناة عشان نستمر في تقديم الفيديوهات.